وهبي مرة أخرى يبين لي هو مدرب ناضي، مدرب يعرف يقرأ الماتش مزيان. شوف آخر مرة كيف تعادلت المغرب مع الإكوادور، صار عليه هجوم شينية. يا أخي تنتقدوا فيه من أول ماتش ولا وتقارنوا فيه مع الرقراقي. يا أخي الرقراقي صار له أكثر من 4 سنين مع المغرب، وراكم من أول عام تستنى أنت في الريزلتا، من أول شهر، من أول ماتش. سيبوا يلعب، سيبوا يلعب، سيبوا يلعب، سيبوا يجرب. راهي الفترة ذي متاع التوقف الدولي مجعول فيها المدرب باش يجرب اللعيبة اللي عنده، فهمت؟ نشوف انا شكون يسحق يلعب اساسي، شكون انا نجم نبني عليه، شكون انا فما دي ماتش سبيسيال النجم هو يكون اساسي على لعيبه اخرين، فهمت؟ خليه يجرب. كيما ماتش اليوم، ماتش هذا الباراغواي، هو اوريدي يعني ربح 2-0، يعني ربح، فهمت؟ كهوش عمل وهبي. شفنا لعيبه احتياطيين دخلوا قاعد يجرب كيما رحيمات، ويا ليتو ما دخل، هو دخل وجابوا علينا البيوت الاول. علاه؟ لكن الفكره فترة التوقف الدولي خليه يجرب بربي، وما عادش تقارنوه مع الرقراقي. افهم مليح، راك توا داخل الكأس العالم، داخل بوهبي، ما عادش فترة الرقراقي راحت، ما عندك حتى شيء تعمله، كاين تعطيه ثقة وتأمن به. راهو بالرسمي مدرب ناضي. ماتش اليوم ماتش كبير برشا عداه، شفنا برشا كورة، لا شفنا كورة والله خير من كوب دافريك. رينا كورة، رينا تنوع هجمات، فهمت؟ فما اسامي محلية على الاخر كورت اليوم. ليه وهبي بالرسمي يسحق فرصته. الفترة الجاية باش يكون فما سؤال صعيب برشا، شكون يسحق الأساسية في تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم؟ اكتبونا في التعليق. واضح يا اخوان المغرب جاهزه لكاس العالم وتفوز اليوم الباراغواي بالاحتياط يا اخوان 2-1، والنسخه الجايه من كاس العالم ما يبغوا نصف النهائي، يبغوا النهائي. وما شاء الله لاعبين المغرب الاحتياطيين هم اللي اليوم فازوا. اشرف حكيمي كالعاده البلندوري يا اخوان صانع هدفين. لا يا اخوان واضح المغرب ناوي على كاس العالم. لو منتخب المغرب الشباب يلعب ضد، تستهبل يا احمد. منتخب المغرب الشباب مع كم من واحد من الكبار، يمكن 2 أو 3 فازوا بكاس العرب، اللي انت رايح بكل قوتك والمنتخبات الاغلبها رايحه بكل قوه. ترى فازوا بكاس العرب وفازوا بكاس العالم حق الشباب. اتمنى نتعلم، واتمنى يبدا موضوع التصحيح من اليوم. فريق اول ويلكم، فريق وين بلاقيه؟ لا تستهبل انت يا حبيبي. هاي المغرب يا حبيبي تحت 17، تحت 17 3-0 طرق. لا 0 يا حبيبي. طرق يعني طرق، وديما مغرب وعالم اخر. باي باي. المغرب بيحتل التصنيف الثامن عالميا، وبيتفوق على الجزائر وبيتفوق على مصر. لا كده ده طبيعي، لكن اللي مش طبيعي ان المنتخب المغربي بيتفوق على منتخب المانيا في التصنيف العالمي. المغرب يا جماعه جاي مش بيهزر، المغرب بيصنف الثامن عالميا من افضل 8 منتخبات. اظن ده احسن تصنيف وصل له اي منتخب عربي واي منتخب افريقي. المغرب بيوصل رساله شديده اللهجه لمنتخبات اوروبا: انا جاي عيني على كاس العالم، انا جاي اخد الكاس من قلب امريكا. المنتخب المغربي اللي بيعمله ده شيء يعني غير طبيعي. امبارح بكل صراحه المنتخب الجزائري عشان يتعادل مع اوروجواي نزل الجماهير واحتفلت في الملعب. امال يا جدع انت لو تصنيفك الثامن عالميا، امال لو كسبت اسبانيا وكسبت البرتغال في كاس العالم زي ما المغرب عملها هتعمل ايه؟ بصراحه اللي بيعمله المغرب ده جنون في كره القدم، شيء مش طبيعي، شيء يعني بصراحه انا عمري ما توقعته ان يحصل من منتخب عربي. ولكن المغرب بيكسر كل القواعد، بيكسر كل القوانين، وبيثبت انه رقم 1 في العالم قريبا.